واحد مستوى متوسط مدخل 15 مجموعه بجانب ان هي مباشره وغير مباشره على الكتف الامامي، والكتف الجانبي بتلعب واحده رفرفه جانبي 3 في 10. طبعا احنا اتكلمنا بالنسبه للكتف الامامي في الجزء بتاع الشولدر بريس. حلو، طبعا احنا عارفين التمرين ده عشان اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو ان الشولدر بريس برده بالجنب هو الكتف الايه الامامي، وان انت لو دخلت تمرينه كده مع تمرينه كده مع تمرينه رفرفه امامي، يبقى انت كده دخلت فوليوم كبير قوي للكتف الامامي، كانك داخل 9 مجاميع لو انت كل واحد داخلها كام 3 في 10. بجانب ان انت لما تيجي تلعب شيست بريس او فلاي او تمارين الصدر كلها تدخل برضه فوليوم لمين؟ للكتف الامامي. انت ممكن اوفر اول في برنامجك اللي هو واحد مستوى متوسط مدخل 15 مجموعه بجانب ان هي مباشره وغير مباشره على الكتف الامامي، والكتف الجانبي بتلعب واحده رفرفه جانبي 3 في 10. ده مش منطقي اطلاقا مع حجم الكتف الجانبي مقارنه مع ايه؟ الكتف الامامي. ليترلي انت ممكن تستخدم تمرينه واحده للكتف الامامي لان هي اوريدي واخده اندايركت فوليوم، يعني حمل غير مباشر كبير مع تمارين الصدر، ولكن تزود شويه في تمارين الكتف الجانبي. عشان كده ده لما تيجي تغيره في البرنامج هتلاقي ان كتفك بدأ يفرق، فده بيفرق في العرض بتاعك، الثيكنس بتاعك. عشان كده انت جسمك ممكن يعرض اكتر لما تبدا تشتغل على تمارين اكتر للكتف الجانبي، وهتخلي الكيرف ما بين الكتف والترايسس بدأ ان هو يبان ويفرق.